ضيعوني في بنتي، هي اللي كتخدم علينا، هي اللي كتنوب على خوها وولاد خوها وولاد السلام خوها. عليكم، اهلا وسهلا. هذه هي القصه ديال الممرضه اللي تم التورط ديال الشرطي في القضيه ديالها ديال الوفاه ديالها. غادي نعطيكم التفاصيل، والمتهم كيبقى بريء حتى كتثبت الادانه ديالو. متتبعينا الكرام، بغيتكم لانكم كاملين تتابعوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، وغادي تعرفوا كل ما يروج في القضيه ديال الممرضه من الاول حتى الاخر. وهذا الشيء كامل اللي غادي نشره معكم على اللسان ديال العائله ديالها، لان ملي كنقولوا على لسان العائله ديالها كاملين هذا الشيء الخوت، لان ربما غادي تقدروا تكونوا سامعين شي نقاط منهم، ولكن اللي حاولت نبحث من عند اللسان ديالهم ونعرف ما هو السبب ديال الوفاه وعلاش تم التورط ديال هذا الشرطي، لان اكيد وغادي نقولوا المتهم كيبقى بريء حتى كتثبت الادانه ديالو. ولكن هذا الشيء اللي غادي نصرح به انا اليوم هنا في هذا الفيديو فهو على لسان العائله. العائله خرجت وكتصرح وكتقول بان القاتل كان في جانبنا، يعني قتلها، كيقولوا بان ربما ومشاو غادي في الجنازه ديالها. حنا حتى لهنا ما غاديش نقدروا نقولوا بان هذا الشخص هذا راه بالفعل لان عنده يد في القتل ديالها، لان المتهم كيبقى بريء. ربما يكون غير في التحقيقات ويقدر غدا بعد غدا يخرج براءه، لان البنت كيقولوا بانها ميته بالغاز. ولكن الخطير في الامر اللي غادي نحكي لكم واحد الروايه حكاوها العائله. اشنو وقع النهار اللي تبين بان هذه الفتاه هذه او هذه الفتاه المتتبعين، النهار اللي تبين بانها تعنت بان على الوفاه ديالها عن طريقه الغاز. هنا اشنو وقع؟ هذا الشرطي هذا مع احترامي اليه والمتهم كيبقى بريء حتى كتثبت الادانه ديالو، وحنا اكيد حنا هنا من اجل لان البراءه ديالو الا كان بالفعل بريء نتمناو يتم الطلاق الصراح ديالو. اذا هنا شنو خوتي المغاربه؟ عيط للعائله قال لهم بان حنا راه بنتكم شنو واقع فيها، خصكم تجيو للمستشفى. جاو بالفعل المستشفى، تلاقاو مع هذا الشرطي، سلم على الاخ ديال الضحيه، قال له بان انا راه كنت غادي نكون من العائله ديالكم، غادي نكون من الاقارب ديالكم، وكنا كاملين غنكونوا شاركين الدم، وكنا غنكونوا شاركين الطعام. كيفاش يعني كان غادي يتزوج بها؟ هنا قال لهم بان ولكن ما كتبش، لان السيده راه انتم كتشاهدوا مسكينه مشات عند الله عن طريقه الغاز. هنا تاقت العائله، تاق كل شيء، تاق الاخ ديالها، بقاو غاديين جايين المستشفى، ولاو كيطالبوا لانهم جا هذا الشخص هذا اللي هو دابا التورط ديالو في هذه القضيه هذه، وكيبقى المتهم بريء حتى كتثبت الادانه ديالو. فجا عندهم قال لهم بان ما طالبوش بالتشريح، لان التشريح ما طالبوش، راه السيده ميته غير بالغاز، والله يرحمها، وديوها باش ندفنوها، باش يسربيونا ويعطيونا ندفنوها، لان من الاحسن باش بلا ما يمرضوكم يبقاو غاديين جايين بسبب التشريح. هنا العائله تاقت، الاخ ديالها تاق، بداو كيطالبوا لان في المستشفى، رغم لان الطبيبه قالت لهم بان هذه الوفاه راه ليس لان عاديه، رغم لان قالت لهم هنا الطبيبه قالت لهم بان هذه الوفاه ديال هذه الاستاذه ديال الممرضه عفوا، قالت لهم بان راه ليس لان عاديه، هذا الشيء راه ماشي عادي بان ليا. الاخ ديالها تيقول له بان الاخ ديالها تيقول لهم والعائله ديالها تقول لهم عطيونا غير بنتنا نمشيو ندفنوها، هي كتقول لهم راه ماشي عاديه. هنا متتبعينا الكرام بالفعل من بعد ما تسلمت الجثه مشى، لان قال لهم خصكم تجيبوا الورقه ديال الدفن، مشاو جابوا الورقه ديال الدفن، تسلموا الجثه، كانوا غاديين بها. هذه غير الروايه اللي عاود العائله ديالها والمقربين منها. مشاو بالجثه، بداو كيقراو عليها صلاه الجنازه باش غيخرجوا الجثه وغادي يديوها، لان من اجل الدفن ديالها مسكينه. هنا المتتبعين الكرام غادي تفاجئوا باتصال من عند النيابه العامه من اجل ارجاع الجثه، لان من اجل باش يدار لها التشريح الطبي. يعني هنا الاخوان في كنا وصلنا حتى للجنازه، يعني كتقرا عليها صلاه الجنازه على مسكينه هذه الممرضه هذه اللي لا حول ولا قوه الا بالله. هنا كيتبين من بعد ما جات وحاولوا، لان الاخوان والاخوات جابوا هذه الجثه ولا ردوها مسكينه، لان من عين ما كان، لان في اللحظه اللي ديال الدفن ديالها، في اللحظه ديال الدفن ديالها الاخوان والاخوات اللي بقات لها 3 دقائق كما قال الاخ ديالها، 3 دقائق ولا 4 دقائق وغيتم الدفن ديالها مسكينه. جابوها داروا التشريح الطبي، كيتم الاعتقال. هذا الشرطي اللي سيقول بان كنا غنكونوا نساب، اللي كان في جانب الاخ ديالها. يعني هذا الشرطي علاش تم الاعتقال ديالو؟ فهذا الشيء مازال سريه الابحاث، ما هو التفاصيل وما هو سبب الكارثه او الجريمه، واش هو انتقم منها عن طريقه الغاز، واش ممكن لان غير التحقيق معاه، الامور مازال مخربقه، التحقيقات مازال جاريه، فقط لان من اجل فك هذا اللغز ومن اجل معرفه، لان دابا لحد الان راه معتقل هذا الشخص هذا ومازال ما تمش الطلاق الصراح ديالو. على حساب انا كندير معكم هذا الفيديو، نتمناو لانه يكون بريء. علاش لا؟ لان الا ما كان عنده تدخل في هذه القضيه هذه نتمناو يكون بريء، ولكن النيابه العامه ما امرت بالاعتقال ديالو وتحط تحت الحراسه النظريه. اذا كاينه شي حاجه
فيها ان راكم عارفين. اذا الثقه ديالنا، وشكر للنيابه العامه من هذا المنبر هذا على يعني السرعه ديالها اللي بالفعل سرعات من اجل انقاذ الروح البريئه ديال هذه السيده هذه، وتعرف غير الحقيقه. حنا ماشي الهدف ديالنا لان يمشي هذا الرجل الامن الحبس ولا لا, لا. انا ملي كنشر معكم هذا الفيديو كنشر معكم كقضيه راي العام. هاد العائله خرجت صرحت بهذا الشيء، وكيفاش وقع السيناريو كيفاش دار، لانه قبل ما يتم الاعتقال يعني الشخص كان معاهم. والخطير في الامر اللي اكد الاخ ديالي تيقول لك بان كان في جانب منا، يعني في جانبي، صلى معايا في جنبي على الاخت ديالو، مشى معاه للسبيطار، جا معاه، ما خلى معاه حتى قنت، لان الخوت اللي يعني باش نكونوا واضحين ما خلى معاه حتى شي قنت اللي ما مشاش معاه وجا معاه، يعني ما كانش باغي يرخيه حتى يتم الدفن ديال المرحومه، عاد غيمشي بحاله. ولكن هنا النيابه العامه قالت له اجيو، ردوا الجثه، دار تشريح، تم الاعتقال. دابا ولا بان كيقول بان العائله ديالها هما اللي كيقولوا بانه هو القاتل. حنا ما كنقولوا بانه هو قاتل ولا ماشي قاتل، لان مازال الابحاث جاريه. ولكن العائله ديال الضحيه كيقول لك بان القاتل كان معانا، كان في جنبنا، غادي جاي معانا، غادي يعني اشياء اللي هي غريبه وقعت لهذه القضيه ديال الممرضه. وربي سبحانه وتعالى بين الحق، واحد الطرفيه اللي هي قصيره بين الحق وبانت الحقيقه، ومازال الحق غادي يبان اكثر. لان الخوت من بعد ما غادي نشوفوا اشنو غادي يقدر يوقع. هذا الشيء اللي عاودت لكم انا، يلاه هذاك الشيء اللي خارج المواقع التواصل، ما جبتناش شي حاجه من راسنا او ربما، ولكن مازال الابحاث جاريه حتى غادي نشوفوا اشنو غادي يقدر يبان وشنو غادي يقدر يوقع. متتبعينا الكرام، فيما يخص هذا الملف اللي هو داير واحد الجدال اللي هو كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في انتظار ان شاء الله بحول الله نعرفوا اشنو غادي يقدر يبان. اخواني اخواتي الاعزاء، والله يدير شي تاويل الخير، انا مازال كنقولها، والله يدير شي تاويل الخير، والله يدير الحق ديال هاد البنيته او ديال هاد الممرضه مسكينه، واللي كان سبب حيله والسبب خصو ياخذ العقوبه ديالو فقط، باش ما يتظلم حتى شي واحد، لا الشرطي ولا هاد السيده. حتى الشرطي الا كان بالفعل لان بريء، وكنسمعوا بان مفتش يعني الشرطه الا كان بريء بالفعل، لان الله يدير ليه شي تاويل الخير. ما كانش بريء، راه القانون غادي يعطي كل واحد غادي يعطيه حقه. كان بريء، راه القانون، راه هذيك مؤسسه راه تابع ليها حتى ديال الامن، غادي ياخذ حقه، غادي يمشي ياخذ البراءه ديالو. اذا خوتي المغاربه، شكرا لكم، شكرا المتتبعين الاوفياء داخل وخارج ارض الوطن. غادي نقول لكم حياكم الله اخواني اخواتي الاعزاء، باش ما نزيدوش نطولوا عليكم اكثر. كنتمنى كاملين اخواني اخواتي كلنا الله يرحم هذه البنيته الممرضه مسكينه فاطمه. مع السلامه، الى اللقاء.